السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله اللي هنعمل فيه الستارة اللي انتوا شفتوها الفيديو اللي فات. تمام. اللي مقاساتها كانت متر ونص في طول 3 متر. خلاص. دلوقتي الستارة اهي زي ما انتوا شايفين، وعندي الشريط اهو والحلق اللي انا هشتغل عليه. هنمشي مع بعض الخطوات واحدة واحدة ان شاء الله. بصوا، انا دلوقتي جايبة 2 متر من الشريط. ماشي. هروح اركب الشريط اهو. خلاص. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، صح؟ وهمشي خياطة هنا هتعرفوا ليه. بصوا الحلقة مكانها فين. دي هتبقى في الهوا، مش هيبقى ليها اي شكل، مش هتبقى موجودة في الستارة يعتبر. تمام. طب انا اعمل ايه في الحتة دي؟ عشان كده بقول نجيب حتة زيادة. لما بنجيب مثلا، يعني انا الستارة لو عندي هتستخدم 3 متر شريط، لا انا ممكن اجيب لها 3.5 عشان الحتة دي. تمام. همسك الحتة دي كلها اشيلها. طب ليه؟ هقول لكم ليه دلوقتي. ملهاش لازمة عندي. وهاجي هنا على وش الستارة، من الوش هحط الشريط. طب ليه؟ هتعرفوا برضو دلوقتي لما اجي اقلبها هتشوفوا الشكل. خلاص. شايفين المنظر ده؟ وبظبطها من على الحرف عشان انا هتني تانية واحدة بس، لاني البورسل هنا اكني معمول اوفر ويمكن احسن كمان. خلاص. فانا هشتغل على نفس النظام اللي انتوا شايفينه ده. هتني كده، هقربها من الحرف من هنا يا دوب تبقى على قد التانية، وهدخل عن الحرف جوه سنة، وهبدأ ان انا اقفلها على المكنة. بسم الله. همشي على نفس النظام ده كده لحد ما اخلص الستارة كلها وارجع لكم تاني. بصوا انا كده جيت لاخر الستارة. تمام. ماشية زي ما قلت لكم اهو. هخلي بالي برضو في النهاية بتاعت الستارة اني لازما الحلقة الاخيرة تكون برضو قريبة من طرف الستارة. تمام. والزيادة دي انا هقصها. دلوقتي انتوا هتعرفوا انا قلبت الستاره كنت شغاله بيها على وشها ليه. هخلص الحته دي وارجع لكم تاني. بصوا بقى، انا حطيت هنا الشريط على الوش ليه؟ عشان لما اقلب كده. تمام. واخد خياطه من هنا، الشريط ما يبقاش باين من فوق. تمام. هثبت الشريط بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصوا الزياده اهي بتاعت التاني، عشان برضو الشريط ما يبقاش باين من الجنب. خلاص. ده الشكل اهو. هثبت الشريط من هنا، وكده كده انا قايله الستاره دي فيها طول. فكده كده مفيش مشكله بالنسبه لي لو ايه قصرت ربع سنتي، ربع متر، قصرت 10 سنتي. تمام. مفيش اي مشكله بالنسبه لي. هظبط كده التاني. تمام. وامشي عليها كويس عشان الستاره تبقى مظبوطه. بسم الله. شايفين كده؟ هوريها لكم برضو. اظبط التانية كويس. شايفين انا ماشيه خياطه مظبوطه. هخلص الستاره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وارجع لكم في الخطوه اللي بعد كده عشان بس ما بقاش مطوله ايه عليكم الفيديو. كده بعد ما ثبت الشريط من فوق اهو. تمام. خلاص كده مفيش اي مشاكل. هاجي بقى في الجنب اهو، هتني التانية بتاعتي اللي انا كنت عامله حسابها. تمام. هتنيها بالشكل دوت كويس. تمام. هتني من الجنب ده وارجع لكم في الخطوه اللي بعد كده. تمام. ثبت الشريط من الجنب، قفلته، الشغل نضيف مفيش اي مشاكل فيه. هبدأ ان انا اثبت الشريط من تحت من هنا. هظبط الشريط على المكنة. تمام. عشان ما يكونش فيه اي كلكعة في القماش زي ما انتوا شايفين كده،
وتبقى ماشية خط مستقيم. بسم الله. هحاول وانا شغالة افرد القماش عشان ما يكونش فيه اي كلكعة. خلاص هخلص بنفس النظام ده كده وارجع لكم تاني. بصوا كده انا بعد ما خلصت الستارة تمام وقفلتها مفيش اي مشاكل، هاجي بقى هنا عاوزة افتح الحلقات دي. عندي حل من الاتنين، يا اعلم بقلم من هنا كده طبعا عشان هي عندي غامقة فاختار لون يكون مناسب واعلم على الدايرة كده تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص وابدأ ان انا افرغها. هحاول بس ان انا اخلي في زيادة في القماش، يعني انا سبت العلامة كده، شايفين المنظر ده اللي هنا ده ممنوع، انا عايزة يكون في مسافة زي كده زي ما انتوا شايفين حوالي 2 سنتي. انا بالنسبة لي الاسهل ان انا امسك الدايرة كده نصين، احسن بقى من ان انا اعلم واعمل تمام. وهمشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واحدة واحدة، نخلي بالنا عشان ما نبوظش القماش وفي نفس الوقت الشغل يطلع بتاعنا كويس تمام. نقدر نفتح دلوقتي ونبدأ ان احنا نفرغ واحدة واحدة تمام. انا شايفة الفتحة دي صغيرة ماشي، هجيب حاجة ايه قصافة خفيفة زي كده واحاول افرغ بيها سنة بسيطة كمان. لما يكون القماش فيه زيادة فيه اقدر اتصرف وازود واعمل المقاس اللي انا عايزاه، انما لو انا قصيت القماش حتة واحدة تمام وطلع صغير هعمل ايه؟ هتبقى الحاجة باظت، الشغل باظ. فانا افرغ حاجة بسيطة كده واجرب مقاس الحلقة. الحلقة بتركب بالشكل ده، شايفين القماش الزيادة ده هو ده اللي انا عايزاه تمام. وهاجي بالجزء التاني بتاعها مفيش اي مشكلة فيها تمام. هاجي على الحلقة اللي بعدها هعمل نفس النظام. طبعا اللي عاوز يعلم بالقلم مفيش مشكلة، اللي مش حابب وحابب الطريقة دي اهي هفرغ برضو. ممكن افتح حتة صغيرة زي كده واجيب قصافة صغيرة وامشي حوالين الدايرة على قد ما اقدر تمام، واخلي فيه زيادة زي ما قلت لكم. انا هعمل لكم الحلقتين دول بعد كده هكمل انا الشغل بقى ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهصورها لكم لما تخلص ان شاء الله تمام. خلاص كده الحلقة التانية لما القماش يكون مشدود هيبقى افضل تمام. يعني لما يكون في صعوبة كده سنة في ان انا ادخل القماش الحلقة افضل تمام. دي الحلقة ركبت بدون اي مشاكل. هكمل الستارة وارجع لكم تاني. بصوا الستارة اهي بعد ما خلصت تمام والحلقات كلها ركبت ماشي. ده كده الشكل النهائي بتاعها. هفنشها بقى تمام وهتشوفوا الصورة بتاعتها ان شاء الله. يا رب الطريقة بتاعت تركيب الشريط وتركيب الحلقات بتاعت الستارة تكون سهلة تمام وتكون استفدتوا منها ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله بينزل على القناة. وما تنسوش تتابعوا صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتي فيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كواي وعلى انستجرام تمام.
يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.